يا جماعه مصر بمنتهى البساطه ممكن تتحول 180 درجه، وانا لما ضربت المثالين بالنسبه للمشروعات ده حاجات بسيطه ومش في الحزب عندنا بس. انت لو شفت حضرتك اعمل حلقه حضرتك عن البحث العلمي، مسخره مسخره. انت بتتكلم في شاب في مقتبل حياته وبيقدم للبحث العلمي عشان ياخد براءة اختراع. سيادة اللواء بيقولوا له تعالى بعد سنة ونص، يقدم ورق يقولوا له تعالى بعد سنة ونص، يروح فين ده؟ يروح يهاجر هجرة غير شرعية. للأسف الشديد احنا محتاجين فكر غير، فكر مختلف، محتاجين إبداع، محتاجين ابداع. يعني اللي فهمته من كلام حضرتك تقصد ان يكون عندنا خبره ويكون عندنا رؤيه الشباب، نجمع ما بين الاثنين. بالظبط، الشباب ده لازم ياخد فرصته، مش بس ان هو يبقى في مناصب، انا مش بتكلم كده، ولكن انا بالنسبه لي النهارده اذا كنا بنقول بنك للافكار في رئاسه الوزراء، بنك للافكار، بنك احنا بمنتهى البساطه ودي حاجه يمكن لم تطرح، عملنا حاجه اسمها الحلم المصري. يعني لما كنا بنعمل الحمله حضرتك كحزب لما كنا بنعمل الحمله حمله الموازيه لحمله رئيس الجمهوريه، فعملنا سلوجان اسمه معا نحقق الحلم المصري. احنا خدنا من ده ومن اعضاء الحزب كونا حاجه اسمها الحلم المصري. الحلم المصري ده هو اللي تولى تنفيذ المشروع اللي انا كنت بكلم حضرتك عليه. احنا عايزين كده. طلعت حرب عمل مصر ازاي؟ يعني طلعت حرب في ظل ظروف اسوأ من دي 1000 مره. معايا عمل بنك مصر وعمل ده وعمل 90 مليون. لا شوف، اصل انا عايز اقول معلش، الصين فيها 1.5 مليار. القضيه مش كده، القضيه قضيه ايه؟ احنا بالنسبه لنا النهارده لما حضرتك مثلا تعمل مشروع اسمه هاند ميد مثلا، وتجيب طن صوف وتديه لسيدات في المنازل وتدي لهم تصميم زي قرية كرداس. ايوه، وتدي لهم تصميم. احنا مشكلتنا مشكله تسويق في المساحه دي. مشكله تسويق ومشكله افكار. الافكار لازم نشوف حلول بديله، ما نفضلش ماشيين على الحلول اللي هي المتعارف عليها. المشكله ان الافكار موجوده وممكن تطبيقها بمنتهى البساطه، انما ما حدش بيسمع. رئيس الجمهوريه بقول لحضرتك اهو، قال رئيس الجمهوريه الشباب والبحث العلمي والاختراعات وكذا وكذا، طلعوا كلهم يقولوا كده. ده انتوا تنفيذيين، يعني انتوا تاخدوا من كلامه ده وتعملوا هيئه، تعملوا كيان، تعملوا، انما انتوا كمان تطلعوا تقولوا نفس الكلام اللي هو بيقوله. احنا اللي ننفذ بقى، احنا اللي ننفذ. ما احنا وزارات ازاي؟ طيب